في الفيديو ده هقولك ازاي تختار اللون الصح للبراند. طب ازاي تختار البرايمري كولر، السكندري كولر اللي هو اللون الاساسي واللون التاني، وليه تختار مثلا احمر مش اخضر، واقول لك حقيقة على الالوان ممكن تكون اول مرة تسمع عنها. اول خطوه عشان تختار اللون الاساسي للبراند اللي هو البرايمري كولر او بيسموه الدوميننت كولر او المين براند كولر. انا في البراند الثاني اخترت اللون الازرق لان اللون الازرق بيعبر عن التراست اللي هي الثقه، وكمان بيعبر عن الديبندابيلتي الاعتماديه، وده لاني كونتنت كريتور وكمان ديزاينر، فسيكولوجيه اللون الازرق بتعبر قوي عن البراند بتاعي. طب انت هتختار ايه وازاي؟ اول حاجه ممكن تشوف المنافسين بتوعك هيختاروا ايه. لو انت مثلا براند اكل فالمنافسين بتوعك فهم ماكدونالدز، KFC، برجر كينج، ودول معظمهم مختارين اللون الاحمر، وده لان سيكولوجيه اللون الاحمر تعبر عن التحفيز والشهيه والجوع وكمان بتجذب الانتباه جدا. فبالتالي اما اعمل زيهم يعني برضو اختار اللون الاحمر او ادخل اللون الاحمر في البراند بتاعي، يا اما كمان استخدم لون تاني خالص، بس لازم وانا بختار اللون التاني اكون عارف سيكولوجيه اللون التاني دوت وهل ده هيخدم البراند ولا لا. وعشان كده انا قررت هشارك معاكم فايل في كل سيكولوجيات الالوان كلها، يعني كل لون بيعبر عن ايه، بحيث ان ده يساعدك في ان انت تختار اللون الصح للبراند. يعني كمان ده هيتوفر مجانا على الويب سايت، ممكن تشوف اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. تعالوا نشوف امثله للوجوز ثانيه والوانها وهل دي بتعبر عنهم ولا لا. يعني مثلا لوجو ابل دوت شركه تكنولوجي، اللون الاساسي بتاعها هو الاسود، فالاسود دايما بيعبر عن التكنولوجي، وكمان بيعبر عن ان هو براند سيريس ما بيهزرش، وبيعبر عن الريسبكتد اللي هو الاحترام، وكمان بيعبر عن القوه اللي هي الباور. فبالتالي البراند لايق جدا عليه اللون الاسود. ولو مثلا اخدنا اللون الاخضر هيعبر عن الاورجانيك اللي هي العضوي، وهيعبر عن جروس كمان النمو زي النباتات. فبالتالي كل لون بيبقى ليه سيكولوجيه معينه. طب تعالوا دلوقتي نمسك مثلا براند زي كوكاكولا. كوكاكولا البراند بتاعها لونه احمر، تعالوا نغير لونه ونشوف مثلا دوت هيأثر عليه ولا لا. لو براند كوكاكولا اتغير للون الاخضر هتحس بقى ان البراند دوت قلب كده براند عضوي وهيلسي واللي فيه صحه، هتحس ان هو براند هيلسي ومفيد جدا وبيساعدك على النمو، وكمان ممكن يكون حاجه جايه من الطبيعه زي مثلا زيت زيتون او زيت عباد شمس، حاجات كده. يعني مش بس شكل اللوجو هو اللي بيفرق في البراند، عشان كده بقول لكم اللون من اساسيات البراند. لو اتغير بس البراند ممكن يقوم وممكن يقع. عرفتوا بقى اللون مهم ازاي؟ هنا هنروح لتاني لون اللي هو السكندري كولر، وده يستحسن يبقى لون عكس الباليتا بتاعت اللون الاساسي اللي انت اخترته. لو عندنا كولر ويل فانت بس اخترت اللون الاحمر لازم تشوف عكسه في الكولر ويل عشان يليق عليك. هقولك على طريقه لذيذه كده تساعدك في ان انت تختار السكندري كولر. هتفتح ادوبي الستريتور وهتشوف احداثيات اللون البرايمري كولر اللي انت اخترته، وليكن مثلا اللون دوت، وهتدخل على الرقم دوت لو ازيد من 180 بتنقص منه 180، ولو اقل من 180 بتزود عليه 180، وده عشان يجيب اللون المقابل ليه في الكالر ويل، وده دايما بيبقى لايق جدا عليه. يعني اي لون قصاد لون في الكالر ويل هتلاقيهم بيليقوا على بعض جدا. فطبعا انت ممكن تغير البرايتنس، ممكن تغير ال الاحداثيات نفسها بتاعت اللون بعد ما تختاره، ولكن دوت هيبقى اقرب لون سكندري ليك ممكن تستخدمه. وطبعا كمان ممكن تعمل في اي براند الوان تانية مساعدة، تختار الوان ثالثه ورابعه تاني، ولكن اللون مهم جدا جدا اسمه هو نيوترال كولر. النيوترال كولر ده هو دايما اللي هيتكتب بيه تكست زي دوت وزي دوت، فدايما النيوترال كولر يا اما بيبقى بلاك يا اما بيبقى وايت، فدايما ده بيتكتب بيه الفونتس الاساسيه او العريضه، وده بيبقى مهم جدا ان هو يبقى كويس قوي في القرايه. يعني ما ينفعش تختار لون مثلا اورنج او ريد، لا ما ينفعش، لازم يبقى لون واضح ومقري زي الابيض او الاسود. او ممكن تختار مثلا دارك بلو اللي هو اللون الازرق الغامق، او لون جراي فاتح خالص عشان يبقى قريب من الابيض. في الفيديو ده انت عرفت القوانين الاساسيه لاختيار الالوان في البراند، ولكن القوانين دي معموله عشان تتكسر، فانت ممكن تغير، ممكن تشوف الترند اللي ماشي ايه وتمشي عليه، ولكن ده الاساس والثابت ان انت تشتغل عليه. لو عجبك المحتوى اوعى تنسى تشترك في القناه، وكمان لو عايز المحتوى ينتشر اكتر ممكن تعمل لايك من تحت، واوعى تنسى تنزل فايل سيكولوجيه الالوان من الويب سايت. وكمان ما تنساش عرض ال 20% على كورس البراندنج اللي لسه هينزل، ممكن تشترك من دلوقتي وهتلاقي برضو اللينك في الديسكربشن. اتمنى اكون بفيدك في كل فيديو بعمله. سلام.